السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد منير من قناة كورة أونلاين. فيديو يا جماعة على السريع جايب لكم رأي إبراهيم سعيد في انتقال إمام عاشور للنادي الأهلي ووائل الأباني. نروح نسمعه وما تنسوش اللايك والاشتراك. هل صفقة إمام عاشور ممكن تأثر معنويا على نادي الزمالك في هذه المباراة؟ اكيد طبعا. اولا صفقه امام، يعني انا شايف فيه كلام كتير جدا. مبروك اولا لامام عاشور انضمامه النادي الاهلي، لان بيصنع تاريخ لنفسه. والامكانيات بتاعته بصراحه، خلينا نتكلم مع احترامي طبعا، في الوقت اللي كان متواجد فيه في نادي الزمالك عمل اداء رائع. وكان خد بالك هو من اللعيبه الكويسه جدا، طبعا يعني لعيب يمتلك السرعه، يمتلك القوه، بيسدد، عنده الجرأه. انا بتكلم على امكانيات لاعب. لا، هو صفقه ناجحه للنادي الاهلي، اضافه للنادي الاهلي. يقدر يصنع تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي. الاجواء جوه النادي الاهلي هتساعده. تمام. الكلام بقى اللي بيتقال عليه والحاجات دي انا ماليش دخل بيه. الكلام بقى الحاجات اللي هي بتتقال كده. يعني انا ما بحبش دايما اتكلم. هو لعيب كويس واضافه للنادي الاهلي. انت كاهلاوي مع الصفقه؟ طبعا. هو ايه الكلام اللي بيتقال يعني؟ لا كلام، انا اسف يعني، حاجات كده يعني داخله، عارف. لا مش قصدي يعني كلام في حته اللي هو تقليل في حته اسريه بقى، اللي هو الكلام العادي اللي بيتقال. انت قصدك يعني بعض التجاوزات اللي ممكن تكون اللي هو الكلام ده يعني. احنا في الاول والاخر دي كوره. انت اختلفت معايا، انا سبتك مثلا، رحت. ما انا اقول لك على حاجه، يعني انا لما كنت في الاهلي ومشيت رحت الزمالك، مع احترامي ما فيش حد طلع من اداره النادي الاهلي اتكلم على اسرتي مثلا. يعني الكوره حاجه، والحته الاسريه دي نبعد عنها. تمام. لان يعني في احترام حتى يعني حتى للشخص اللي بيتكلم او اللي بتتكلم عليه. زي ما هو عنده اسره، انت عندك اسره. فموضوع اللغط اللي موجود على امام، انا هتكلم على لعيب كوره. لا، لعيب كوره مميز جدا، لعيب كوره هايل، اضافه للنادي الاهلي، هيضيف للنادي الاهلي. النادي الاهلي كان مفتقد الامكانيات دي. فهو عنده فرصه ان يبني تاريخ مع الاهلي زي كهربا. ما كهربا برضو قبله برضو المشاكل دي. عنده فرصه دلوقتي في ظل الظروف المستقره مع النادي الاهلي والكلام اللي اتعمل، يقدر يعمل اداء افضل ما هو كان موجود حتى في نادي الزمالك. اكيد. تمام. كابتن وائل، رايك ايه؟ هل ممكن صفقه امام وانتقاله للنادي الاهلي تاثر معنويا على الزمالك مثلا، او تاثر معنويا بشكل ايجابي لصالح الاهلي مثلا، ولا بتشوفها ازاي؟ ولا ليها اي علاقه. ولا ليها اي علاقه. تمام. هو اصلا امام كان مشي اصلا من نادي الزمالك. مظبوط. بس صفقه جماهيريه في كل الاحوال. لا مالهاش علاقه، ده بتاثر عليها كلاعب ليه؟ مالهاش علاقه. تمام. انت النهارده الصفقه دي بتاثر جماهيريا بس. وان مثلا نادي الزمالك ساب امام، وبعد كده امام مشي، وبعد كده راح للنادي الاهلي. دي قصه خارج الملعب مش داخل الملعب. تمام. فدي ما تاثرش خالص على لعيبه نادي الزمالك، مالهاش اي علاقه. ما تاثرش خالص. طبعا. لكن هي صفقه بتشوفها ايه بالنسبه للنادي الاهلي؟ لا، احنا اتكلمنا ان امام عاشور لعيب كويس قوي. احنا لازم نقول الحقيقه. مش معنى ان امام مشي من الزمالك وبعدين صفقه قويه راح للنادي الاهلي فاحنا نقلل من امام عاشور. انا ما بحبش دي. تمام. زي ما هو امام لعيب كويس كان عندي، اكيد لما يمشي برضه هو لعيب كويس. اكيد. طيب.